أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة التوتوريالز للمصممين. في الديزاين ده هنتعلم إزاي نعمل تصميم سوشيال ميديا احترافي يكون جذاب ويلفت الانتباه من أول نظرة. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف هنعمل ده إزاي. أولا أنا معايا بريف أو نبذة مختصرة عن التصميم فيها الأهداف والعناصر المطلوب إنها تكون في التصميم. هدف التصميم ده هو الترويج لمنتج ايربودز عن طريق تصميم سوشيال ميديا باستخدام عرض جذاب زي فري ايربودز كمحفز لجذب الانتباه، وده جزء من حملة تسويقية هدفها جذب المتابعين أو التفاعل. مكونات التصميم طبعا معايا العناصر النصية. فري ايربودز مكتوبة بخط كبير وواضح وبتكون نقطة جذب أساسية. معايا جملة أو سب تايتل سوشيال ميديا ديزاين توتوريال بتوضح إن الموضوع مش بيع مباشر بل توتوريال، وده طبعا في حالة الفيديو بتاعنا إحنا فقط، لكن ده لو عرض حقيقي هيكون في جملة تانية. والزرار بتاع اوردر توداي اللي بيشجع على اتخاذ قرار كول تو اكشن. والألوان بتاعة البراند، الكالر باليت. والصور اللي هي هتكون السماعة الايربودز 3D، او ممكن يكون العميل مديها لي PNG او JPG كواليتي عالي وانا اقدر اخد منها العنصر اللي انا محتاجه في التصميم. والستايل العام هيكون مودرن وجذاب بصريا، ويكون حاجة عصرية ليها علاقة بالحداثة. انا فتحت هنا البرنامج، خدت الصورة اللي انا هشتغل بيها التصميم، خدت الكالر باليت، هبدأ اعمل سوليد كالر. هاخد اللون الاخضر. تمام. تمام. هعمل سوليد كولر تانية، ابيك برضو اللون الموف. اوكي تمام، اقدر امسح الشيبس اللي كنت واخد فيه الالوان. تمام. هروح على اللاير اللي باللون الموف واقف على الماسك، وبالجريديان كده هحاول امسح منها اجزاء واسيب منها اجزاء تانية بحيث تبين اللاير اللي تحتها اللي هي باللون الاخضر، ويبقى فيه تدرج وتداخل بين اللونين. تمام. هبدأ هنا أعمل عمق شوية في التصميم، أو أعمل إضاءة جاية من ورا الإيربودز دي. ممكن أختار لون أخضر أفتح شوية، وفي نيو لاير بالبرش السوفت أعمل إضاءة تكون ورا الإيربودز تديني عمق شوية في التصميم، وتكون هي هايلايتد شوية عن بقية الصورة. تمام. هاخد التو لايرز وأعملهم في جروب وأسميه إيربودز. احاول انظم اللايرز بتاعتي على قد ما اقدر من الاول بحيث اقدر ارجع لاي لاير في اي وقت. ممكن اشيل اللاير دي. تمام. الايربودز هنا محتاجة يكون بينعكس عليها اضاءة من الاضاءة اللي احنا عملناها في الباك جراوند. هعمل سوليد كولر بلون اخضر نفس اللون بس افتح شوية، وهبدأ اخلي بليندنج مود صوت، واعمل لللاير دي كليبنج ماسك لللاير بتاعة الايربودز. وبالبرش بعد ما اظبط الحجم بتاعها احاول
ابين جزء من اللاير دي من خلال ان انا ارسم بالبرش اللون الابيض على اللاير بتاعت الماسك السوداء، بحيث ابين الاجزاء اللي انا محتاج ابينها بس، واللي بتديني احساس بانتماء الايربودز دي للباك جراوند، تديني الاحساس بالاضاءة اللي في ظهرها. تمام، يعني تمام اوكي. اللاير بتاعت الاضاءة اللي ورا هعمل لها دوبليكيت كنترول جي بحيث ازودها شوية، ويعني احاول اظبطها كده. تمام تمام. ممكن هنا ازود الاضاءة اكتر شوية، اصغر البرش، وعلى حرف الايربودز دي ابدا ازود الاضاءة شوية. في حتت كده محتاج يبقى واصل لها الاضاءة اكتر شوية. تمام، يعني شايفها كده حتى الآن. آه الشكل بيوضح معايا أكتر. تمام. هاجي بقى في آخر لير خالص ورا، أحاول أرسم شادو تحت الإيربودز دي باللون الأسود، وأغير أبعاد البرش وحجمها بحيث يديني برضو زي ما قلنا بعد في التصميم أو عمق في التصميم، إن في أرض وفي باك جراوند. وعلى اللاير دي اللي ورا خالص، اللي ورا الإضاءات وورا الإيربودز اللي هسميها شادو، أبدأ أرسم الشادو. ممكن أغير البلندنج مود بتاع اللاير، وأبدأ أظبط الشادو كده بحيث يبقى واقعي ومنطقي. رفعت اللاير دي فوق الإضاءات اللي جاية من ورا، اللي هي من مسافة المفروض أبعد. تمام. ممكن أظبط الأوباسيتي، ممكن أخلي البلندنج نورمال، مفيش مشكلة. تمام. هنا ممكن أضيف باترن أوفرلاي في الجزء الموف. دي هنلاقيها كلنا في قائمة effects باترن اوفرلاي، ولو مش موجودة عند حد أو محتاجة تتعمل مفيش مشكلة، ممكن نعمل لها فيديو مختصر. المهم إن يعني أعمل أي باترن في الباك جراوند تديني عمق. إحنا دلوقتي بنحاول نخلي التصميم ليه عمق، وبيطعم الشكل كامل للتصميم. زي ما أنا هنا مثلا بحاول أظبط الإضاءات بتاعة الإيربودز. طبعا عملت لاير ليفلز ولاير ساتوريشن ولاير كيرفز، وكلهم معمول لهم كليبنج ماسك للإيربودز لاير، بحيث أظبط إضاءات المنتج الأساسي، أخليه هو هايلايتد أكتر من أي حاجة تانية في التصميم، أخلي الكونتراست بتاعه عالي، تفاصيله باينة. تمام. أبدأ كده أشوف قبل وبعد. تمام. أعمل سوليد كولر باللون الأخضر الفاتح، وأعمل لها ماسك باللون الأسود، أخفيها وأبين بس حتة صغيرة خالص بالبرش السوفت بعد أما أصغر حجمها
مكان الإضاءة بتاعت الإيربودز، وأخلي بليندنج مود سكرين أو أوفرلاي أعتقد معقول، بحيث يدي حيوية شوية للصورة كأنها يعني شغالة، يبقى فيه زي تفاعل ما بين اليوزر والصورة. تمام. أبدأ أضيف التكست بتاعي. طبعا هايلايت أو هبرز كلمات محددة اللي احنا عايزين نشتغل عليها، زي كلمة فري، زي كلمة ايربودز. احاول اخلي السكيل بتاعهم اكبر من بقية التكست، وبألوان ملفتة ومختلفة عن بقية التكست، علشان هي دي الكلمة اللي المفروض هتعمل لي التفاعل، وهي دي الكلمة اللي أنا محتاج أبرزها. تمام. أبدأ أظبطه، أكبر فيه، أظبط مكانه. أنا طبعا قاسم التصميم هنا يمين وشمال، ومحتاج طول الوقت أحاول أوزن التصميم اليمين زي الشمال. ضفت بقية التكست. ممكن اخد الجروب بتاع الايربودز ده يمين شوية، عشان لسه زي ما احنا قايلين ببقى محتاج الفيجوال بتاعي يكون متزن. تمام. عملت برضو جروب للتكست وسميته تي او في، او اختصارا لتكست اون فيجوال. تمام. تمام. انا محتاج بقى اضيف بعض العناصر آه، اللي تسمن لي الفيجوال اللي قدامي. محتاج اضيف elements. انا هعمل هنا حاجة مانيوال بسيطة كده، عبارة عن دوتس. رسمت سيركل باللون الابيض، وابتديت اخد منها كوبي، الت ودراج اند دروب، او اسحبها كده بالماوس وانا دايس كليك يمين، فبتتكرر معايا في لاير لوحدها. سوري، كليك شمال. وهبدأ اخد اللايرز دي كلها واحطها على مسافة واحدة، واعمل لها اونلاين، وادمجها كلها في لاير سمارت اوبجكت، واخد برضو منها كوبي، وابدأ اكررها بنفس الطريقة، وبرضو اعلم عليهم كلهم واخليهم على مسافة واحدة، وادمج برضو اللايرز دي سمارت اوبجكت، وهسميها element. وممكن اغير blending مود شوية، يعني مثلا ممكن اخليه سوفت لايت اعتقد، بحيث برضو تبقى حاجة بتضيف للتصميم عمق، لكن ما تاخدش العين عن الحاجتين الاساسيين اللي هما التكست والمنتج نفسه. هبدأ ارسم برضو شيب بسيط كده. المهم الشيبس اللي انا ارسمها تكون حاجة مودرن، وحاجة ليها علاقة بالتكنولوجي، وفي نفس الوقت ما تلفتش أو ما تسرقش العين من العناصر الأساسية في التصميم. أنا هنا برسم مثلث، هاخد برضو منه كوبي، أعملها زي أسهم كده.
كده التصميم بتاعي ابتدى يظهر فيه شوية تفاصيل بتحقق لي الهدف اللي أنا محتاج أوصله. هعمل ورا زي لاين خفيف كده، حاجة برضو بسيطة. الستروك يبقى أبيض، الفيل من غير فيل. كورنرز دي أخليها كيرف شوية كده. تمام، تبقى حاجة بس بسيطة، شكلها كاتشي. ممكن هنا الماسك ده، اللاير الكلر فيل، عاملها كليبنج ماسك بحيث ما تظهرش الماسك من الجنب زي ما بيظهر. هنا ممكن اخد كوبي من الاليمنتس دي واحطها في اماكن مختلفة، بس على قد ما اقدر اخليها تخدم بس توازن التصميم، لكن ما تبقاش اكتر من اللازم. ممكن اعمل لاين هنا والعب في الستروك بتاعه شوية، اخليه زي نقط، واحاول اخلي النقط دي ابعادها يعني تبعد عن بعض بشكل عشوائي، مش شكل منظم قوي. حاجة سريالية ومودرن برضه كده في نفس الوقت. تمام كويس. أظبط أماكن بقية العناصر، أتأكد إن كل حاجة بتخدم التصميم اللي أنا عايز أوصله. تمام. التكست هنا حاسس إن محتاج يتظبط شوية. خدت منه نسخة كنترول جي. النسخة اللي ورا هعملها بلون مختلف بحيث تدي شادو أو تخليه باين أكتر من بقية التكست. طبعا مش هيبقى باللون الأسود، أنا ممكن ألعب في الأوباستي وممكن أغير لون التكست نفسه. تمام. هنا ضفت اللوجو أو كلمة لوجو، لكن ده طبعا حاجة افتراضية. لكن هنا محتاج أضيف اللوجو بتاع البراند اللي أنا بعمله التصميم. وهبدأ دلوقتي أرسم الزرار اللي هو اوردر ناو أو واتش ناو، يبقى هايلايتد عشان المفروض هو ده العنصر اللي بيحقق فكرة الكول تو أكشن. تمام، هبدأ أصغر الكلمة اللي أنا كتبتها أو الأكشن اللي أنا عايز اليوزر ياخده تجاه التصميم ده. أنا خليت طبعا الزرار ده كورنرز بتاعته راوند،
مش شهر. بيقولوا إن ده في علم النفس المستخدم إن هو بيشجعه وبيلفت نظره للمنطقة دي من التصميم إن هو ياخد أكشن. وطبعا دي بتتعمل في الويب سايتس والأبليكيشن، لما بتبقى كليكابل بيبقى الموضوع طبعا مختلف ومشجع أكتر. هبدأ برضو أعمل جروبس، أسمي كل حاجة باسمها الصحيح. أنا أظبط البوزيشن بتاع كل حاجة عشان يعتبر خلاص أنا التصميم بتاعي اكتمل. ممكن أبدأ أظبط الشادوز والبرايتنس الكونتراست شوية، تاتشز بسيطة أوي 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 عشان أخلي التصميم بتاعي يوصل للمرحلة النهائية. ممكن أعمل layer brightness and contrast، ممكن أعمل shadows and highlight، يعني كل واحد وحسب التصميم بتاعه هيخرج معاه شكله عامل إزاي نقدر نضيف اللمسات الأخيرة. هنا محتاج أزود الإضاءة شوية، فخدت كوبي من اللاير بتاعت الإضاءة، بس أنا مش عايزها شديدة أوي كده. ممكن أخليها صوت، وممكن أقلل الأوباسيتي كمان. أنا مجرد عايز أزود الإضاءة بس شوية. أنا شايف إن الشكل كده بتاع التصميم اكتمل معايا. محتاج أضيف layer brightness and contrast مثلا، أعمل شادو للزرار ده. بظبط طبعا السايز بتاعه والاوباسيتي وكل التفاصيل لحد ما يديني الشكل اللي أنا محتاجه. وزي ما قلنا لو محتاج أضيف شوية لمسات أخيرة ليها علاقة بالإضاءات، برايتنس، بالكونتراست، بالساتوريشن. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، ولو عايزين النوعية دي من الفيديوهات عندنا حاجات أقوى بكتير نقدر نعملها سوا. أشوفكم على خير، سلام.